السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة فيديو قصير جدا، حاجة بسيطة جدا هتتعمل في وقت سريع جدا. النهاردة الفراخ المشوية الجميلة دي بأسهل تتبيلة فراخ في الكون، وهتطلع أحلى فراخ في الدنيا. والله نفسي تشموا ريحتها بس وانا كنت بعملها. يلا بقى، ما تنسوش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. انا جايبه وراك صغيره. لو انتوا عايزين تعملوا فرخه كامله اعملوا، بس قطعوها حتت مش كبيره قوي. ودول معلقتين خل، ودول ملح وفلفل وورق لوري وبصل، بس كده. يعني ابسط تتبيله في الكون، والله العظيم بتطلع احلى فراخ. حطينا المعلقتين الخل على البصل والملح والفلفل كمان، وهندعك البصلايه كويس جدا بالملح والفلفل والخل. الخل طبعا عشان يطر اللحم ويخليه يستوي بسرعه. صدقوني والله يا جماعة، دي أحلى فراخ مشوية تاكلوها في الفرن، بالتتبيلة البسيطة السهلة اللي مش متكلفة أي حاجة دي. طبعا عندنا البصل في البيت والملح والفلفل، هو ورق اللوري بس. بتطلع تحفة تحفة تحفة. طبعا أنا بصوا مخرمة عاملة فتحات كده في الفراخ عشان أدخل جواها التتبيلة، بتخلي طعم اللحم تحفة. والله العظيم تحفة، نفسي تشم ريحتها بعد ما تستوي. هندخل بقى البصل المتبل ده في كل حتة في الفراخ، كل الفتحات اللي احنا عاملينها بالسكينة منغزينها دي، وتحت الجلد وفي كل حتة اهو. هنا برضو انا عاملة فتحات. انا جايبة وراك يا جماعة، لو عايزين تجيبوا فرخة كاملة يعني براحتكم، اللي انتوا عايزينه على حسب ما انتوا عايزين. ندخل طبعا في الفتحات زي ما قلت لكم. الطريقة دي قديمة جدا، بتاعت مامتي من زمان من زمان جدا. انا بعملها من عشرات السنين، يمكن من ساعة ما اتجوزت. انا متجوزة بقالي ما شاء الله يعني 20 سنة كده ولا حاجة. من ساعة ما اتجوزت وانا بعملها. اسهل وابسط طريقة فراخ مشوية. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك للفيديو، عشان اللايك ده بيرفع الفيديو، عشان تقدروا تعبي يا جماعة. اللايك ده بيحسسني ان انا تعبت ولقيت. اهو كده حطينا خلاص، دخلنا البصل في كل حتة في الفراخ. ورق اللوري ده هنكسره كده تكسيرتين ولا حاجة، وهنحطه حوالي برضو على الفراخ. ورق اللوري ده بقى بيدي ريحة كده في الفرن، يا ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. والله لو جربتوها الطريقة دي لا هتعتمدوها على طول. هنركنها بقى 4-5 ساعات. يا سلام لو تبات في التتبيلة دي، يا سلام. بس اللي مستعجل طبعا يركنها على الأقل 2-3 ساعات. هنركنها بقى 2-3 ساعات، وبعد 2-3 ساعات هنشوف هنعمل فيها ايه. 2-3 ساعات دول اللحم هيشرب من طعم الملح والفلفل والبصل، هيبقى تحفة تحفة تحفة. كده فات، انا سبتها حوالي 3 ساعات، 3 ساعات وشوية. والله طلعت في منتهى الجمال. حطيناها في صينيه بقى، وسخنا الفرن جامد جدا على اعلى حراره. طبعا انا شلت من على البصل من على الجلد عشان ما يتحرقش، حطيته في قعر الصينيه، في ارضيه الصينيه. وطلعت بالشكل التحفه ده يا جماعه. والله خدت في الفرن حوالي ساعه ونص مثلا، ما كملتش ونص. طلعت تحفه تحفه تحفه، نفسي تشموا ريحتها. يا رب الفيديو يعجبكم، والوصفه البسيطه السهله دي جدا تعجبكم وتجربوها. واعملوا لي بقى زي ما قلت لكم لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو عشان كل الناس تستفيد بالتتبيلة البسيطة السهلة دي.